رجلا كان في المطار، كان عنده رحلة، فأتى أحد الناس وأمهم وأطال الصلاة حتى فاتته الرحلة. فقلت كان ينبغي لهذا المأموم ما دام يعني الإمام أطال الصلاة أن يكمل لنفسه ويسلم. يعني بعض العام يعتقد أن هذا ما يجوز، هذا غير صحيح. إذا أطال الإمام وكان عندك عذر، عندك رحلة أو حتى مثلا مريض أو لأي عذر، فتكمل لنفسك وتسلم. طبعا فعل هذا الإمام في كونه في المطار هذا خطأ. في المطار ينبغي يراعي أحوال الناس ويقرأ يعني يخفف الصلاة بهم، لكن أيضا المأموم كان ينبغي له أن يكمل لنفسه ويسلم. فإذا يجوز انفراد المأموم لعذر. ومن الأعذار تطويل الصلاة، من الأعذار أن يكون مريضا، من الأعذار مثلا يخشى فوات الرحلة، وإلى غير ذلك من الأعذار. فيعني خذ هذه الفائدة. يقول أحد الناس إن في مسجد المساجد أتى بهم شاب وأطال بهم صلاة العصر، بقوا تقريبا حول ساعة، ثم يعني الناس بعد الصلاة عتبوا عليه كثيرا. قلت كان ينبغي يعني أن ما دام أطال بهم هذه الإطالة مفرطة أن يكملوا أنفسهم ويتركوه، ما دام أنه يعني يفعل هذا. يعني هذا خلاف السنة، كونه يطيل بهم هذه الإطالة التي تؤدي إلى تنفيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم منكم منفرين، وغضب لما قال له رجل أني لا أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيكم أما الناس فليخفف. لكن ما موقف المأموم؟ موقف المأموم إذا أطال الإمام إطالة مفرطة أنه يكمل لنفسه ويترك لنا، فهذا قد وردت به السنة ولا بأس به.